جوج ديال العرسان فرحانين براسهم في احسن نهار في حياتهم، وما غاديش يكونوا ضانين بان هذا هو النهار ديال الجنازة ديالهم. صفوها ليهم بلا رحمة بلا شفقة، كل شي تصدم. الدرك الملكي وصلوا للمول الفعل الحقيقي بطريقة جهنمية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبدا سرد القضية، كنبغي نقول لكم شكرا لكم كاملين على التفاعل ديالكم مع الفيديو اللي سابق. وكنبغي نقول لكم انني كنقبل النقد، ما عنديش مشكل، غير تكيسوا عليا وما تكتبوش ليا شي حاجه اللي تبقى ليا في الخاطر. وشكرا لكم مره اخرى، واللي بغى شي حاجه الله ييسر ليه فيها. القضيه ديال اليوم غادي تسافر بينا لنواحي مدينة تيفلت. هاد القضية اللي غادي تبين ليكم بأن الإنسان ما خصو يثق في حتى شي واحد، ما خطا والديه اللي ولدوه هما اللي دير فيهم الثقة. قضية اللي فعلا كتحز في النفس، وكتبين بأن حتى أقرب الناس يقدر يأذيك. كيف قلت لكم، نواحي مدينة تيفلت بواحد الدوار كتسكن واحد العائلة اللي مكونة من 7 ديال الأفراد، الأب والأم، وعندهم 5 ديال الوليدات، 2 بنات كبار و3 ديال الدراري الصغار. هاد العائلة كانوا كيسكنوا على قد الحال، ساكنين في واحد الدوار اللي مجموعة فيه العائلة كاملة. كيف كتعرفوا في البوادي راه كانت كل عائلة كدير دوار بوحدها، ولاد العمام ولاد العمات ولاد الخالات، المهم بحال قبيلة وهي صغيرة. هاد العائلة كان الأب ديالهم كيبيع ويشري في مدينة تيفلت، كيدير الفراشة ديال الحوايج، كيجي تقريبا مع ديك الجوج 8-9 الليل كيرجع في حاله لدارو. هادوك 2 بنات كبار اللي عنده، وحدة عندها 22 سنة والأخرى عندها 20 سنة. البنت الكبيرة قرات تقريبا حد الكاتخياماني وجلسات في حالاتها، بحكم أن سير واجي جاتها صعيبة، وحتى الأب ما كانوش عنده الإمكانيات. من الأحسن كيف كتعرفوا بزاف اللي عندهم هاد التفكير ديال أنها تجلس تعاون أمها تعلم الشقة حتى يجيب ليها الله شي ولد الناس اللي يكون بيها. أما ختها اللي تابعاها واللي كان العمر ديالها 20 سنة فقرات حتى وصلت نيفو باك وما نجحتش فيه، ومن بعد دارت واحد السونتر اللي كانت مازالة كتقرا فيه. البنت الكبيرة كانت سميتها بديعة، وكانت اسم على مسمى. البنت كانت زوينة وظريفة وحادقة ولبيبة، كل شي كيشهد ليها بالأخلاق الحسنة. وحتى باها كان معتمد عليها في بزاف ديال الحوايج. أما أمها تمشي فين ما بغات تمشي، تخلي ليها الدار وتخلي ليها حتى خوتها الصغار. ما كانوش كيعولوا على البنت الوسطانية بحكم أنها كانت شوية خفيفة. أما بديعة كانت درويشة وثقيلة، وديما كيدعوا معاها الله يجيب لك شي ولد الناس اللي يكون بحالك ويبربك وتبري بيه. المهم بديعة جاوها شي خطاب، ماشي ما جاوهاش، ولكن داكشي ما كانش نهائيا مواتيها. يا كيجي شي واحد مبلي، يا كيجي شي واحد أخلاقه فاسقة. المهم الأب كان باغي يعطي البنت لشي واحد اللي صونها. حتى لواحد النهار وهو في السوق كيبيع ويشري في الفراشة ديالو، واحد السيد صديق ديالو من بعيد، كيف كنقولوا صاحبه ولكن ماشي ديك الصحبة، سولو قال لي واش عندك شي بنات؟ راه انا عندي واحد ولدي في اسبانيا وراه جاي باغي يتزوج، وانا راه كتبان لي انت واحد السيد درويش، وبعض المرات راه كيبانوا لي معاك واحد 2 بنات.
قال لي اياه عندي جوج بنات، وحده عندها 22 عام ووحده عندها 20 سنه. قال لي واش مخطوبين مزوجين؟ قال لي لا ودي، باقا حتى وحده فيهم ما مخطوبه، حتى وحده ما مزوجه. وراه قال لي فاش شفتيهم معايا هنا راه غير كيكونوا باغيين شي تقضيه من المدينه، وكنجيبهم معايا نتقدى ليهم وعاده كيرجعوا للدار. قال لي وشوف، انا راه عندي ولدي العمر ديالو تقريبا 29 سنه، وراه انا باغي نجوجو، وانت راه بنتي ليا شي ولد، بنتي ليا واحد السيد الله يعمرها دار، وكل شي كيشكرك هنا في هاد القيصريه اللي انت كتفرش فيها. ولا قبلتي عليا ولا على ولدي، حتى حنا راه ناس على قد الحال، على باب الله. حتى حنا كنسكنوا غير في العروبيه، وولدي راه مشى للصبليون وصيب وريقاتو وخدم، وراه بغينا نختاروا ليه شي بنت الناس، وقلنا ليه شوف حنا اللي غنختاروا لك شي بنت. مهم قال لي انا ما نكذبش عليك، راه سوالت عليك من بعيد، وقالوا لي الناس بانك سيد الله يعمرها دار، ومراتك حتى هي بحال هكاك، وبنياتك مربين احسن تربيه. قال لي مرحبا، الا بغيتي تجي حتى من دابا قبل ما يجي هاد ولدك مرحبا بك عندي. المهم عطاه فين كيسكن، واخا السيد الاخر عارفو فين كيسكن حيت سول تما. طبيعة الحال خصو يسول على الام كيف دايره والبنت كيف دايره، عارفو فين كيسكن. قال ليه شوف، نهار السبت واخا ولدي باقي ما كاينش، راه غنجي انا ومولات الدار وبنتي الكبيره وراجل بنتي وولدي الكبير ومرت ولدي، نتعرفوا عليكم بما جا ولدي. فعلا داك الشي اللي كان، السيد اللي غيجيو عنده الضياف اللي باغيين يخطبوا بنته ما قصرش، كلاف على راسو كيف كنقولوا. وكتعرفوا حنا المغاربه عزيز علينا نتهلاو في الضيف، وخلاص لا جا بغا يخطب من عندنا راه ما نخليو ما نديرو عليه. المهم جاو تعشاو عندهم، وراوهم البنت، العدوزه عجباتها البنت. البنت كتدخل الخاطر، كتشوفها كتدخل الخاطر، يعني من الاول محبوبه وهي تستحق وزوينه. المهم فاش رجعوا في حالاتهم قالوا لولدهم شوف لقينا لك عروسه مزيانه وعائله على قد يدينا والله يعمرها دار، والبنت راه ما تلقاش في حالها. الولد قال لمو صافي الوالده اللي درتي، انا اصلا باغي نتزوج زواج تقليدي، انا صحابي كلهم تزوجوا زواج تقليدي وصدق ليهم الزواج، فانا ما باغيش نتزوج شي زواج اللي يرجع عليا بندامه. قالوا شوف هذه بنت درويشه باغا غير تعيش، وحنا راه قلنا لهم الشروط ديالنا كامله ووافقوا عليها وحتى هما، ودابا كنتسناو فيك غير تجي ولدي باش تمشي معانا ونضربوا الكاغيط. هاد البنت هاد بديعة هي واختها كانت عندهم واحد صاحبتهم مقربة كتسكن حداهم في الدوار، وكتجيهم ريحة الشحمة في الشاقور. المهم صاحبتهم الانتيم كيف كنقول، كيعاودوا ليها من الاول حتى الاخر، يعني حتى شي حاجة ما كيخبيوها عليها. كيف ما جا السيد خطب عاودوا لها، قالوا لها ودي راه اليوم جا واحد العائلة ولدهم الصبليون، وراه جاو والديه هو باقي ما جاش، راه جاو باش يخطبوا بديعه. صاحبتها فرحات لها، قالت لها صحيبتي وانت غتمشي تغربي حتى لاسبانيا، وانا مولفاك كنت زوجتي غير هنايا، انت صاحبتي واختي وفك كل شيء. ايوا قالت لها انا باقا دابا ما كاين والو، غير الناس جاو هضروا، الا كان فيه النصيب هي هذيك، ما كانش فيه النصيب انا مازال حداك. فعلا ما غاديش يدوز الوقت بزاف، وغادي يجي الولد من اسبانيا، وغادي يجي يشوفها وغتعجبو، وغادي يديروا واحد الخطبه كبيره. وفي هذيك الخطبه غتكون حاضره هاد صاحبتها هادي، كاينه هي اختها، هما اللي داروا كل شيء، صايبوا الحلوى، هما اللي داروا اي حاجه. مهم العريس عجباتو العروسه، عجباتو بالتباته وبالحصانه وبنت زوينه وكتدخل كيف قلت لكم الخاطر. فهنا قال باه شوف، انا راه باغي نخرج مع هاد البنت نتعرف عليها، تعرفني نعرفها. المهم خداو الاذن، خرجوا واحد جوج او ثلاثه المرات. مره خرجت معاها هذيك صاحبتها، ومره اخرى اولا جوج خرجت معاها اختها.
المهم البلاصه اللي مشات دات معاها ديك صاحبتها، ومره اخرى دات معاها اختها. كيف قلت لكم كانوا هما الثلاثه سرهم مع بعضياتهم، اي حاجه قالها لها خطيبها كتجي تجري تعاودها لختها وصاحبتها، كيتجمعوا بثلاثه في البيت ويبقاو يتحدثوا ويتعاودوا، واي حاجه وعدها بيها كتعاودها لهم. قال لها انا غادي نديك وغادي نشري لك الدار في المغرب وغادي نديك معايا لاسبانيا وغتعيشي مزيان. المهم داك الشيء كامل كتجي تعاودو لختها ولصاحبتهم اللي كانت صاحبتهم هما بجوجات. كيقولوا ليها مزيان اجي دابا خصك توجدي تصايبي توجدي حويجاتك. المهم البنت ما كانش عندها الوقت الكافي باش انها تخياط وداك الشيء. قال ليها العريس كل شيء نشريوه جاهز. وفاش كانوا كيشريو هاد الشيء الجاهز وكيشريو الذهب وكيشريو الجهاز كيديو صاحبتها هي اللي كتمشي معاها، بحكم انها كانت قدها في العمر وبحكم انها عندها الذوق زوين، فكتقول لختها شوفي انتي لا مشي معايا غير مره ولا جوج، اغلبيه كتقدم ديك صاحبتها بزاف، كتمشي معاهم هنا تجي معاهم هنا تجري معاها من هنا، كل شيء كديروا مع هذيك صاحبتها. هنا واحد النهار خطيبها غادي يقول لها ودي هاد صاحبتك راه بزاف كتجيبيها معاك في كل مره، ديما كتحضريها كدوي معاها بزاف، راه خصك تنقصي منها. قالت لي لا هذه راه ماشي صاحبتي، هذه راه اختي وكثر من اختي اللي ما ولدتش ليا امي، هذه راه كتبغي ليا الخير بزاف. قال لها المهم انا قلت لك في اتونسيون، راه بنادم راه ماشي اي واحد كيبغي لك الخير. بديعه مسكينه كانت مقلوبه على القفه كيف كنقولوا، ما كدي ما كتجيب في هذا الشيء ديك الهضره، حيت كيقول لك اللي ما قرصو الحنش ما كيعرفش بحق الحبل. كتقول لي لا صاحبتي وكابره معايا وسرنا مع بعضياتنا وما يمكنش نتخلى عليها، وتقول لك حتى تخطبتي وتخليتي عليا. المهم غادي يوجدوا كل شيء، غادي يوجدوا بحكم ان السيد خصو يمشي في حالاته وخصو يدير لاكت. فكروا انهم يديروا واحد العرس نهار اللي غادي يديروا فيه لاكت. فعلا داك الشيء اللي كان غادي يجمعوا وريقاتهم وغادي يديروا لاكت تقريبا مع 10 ديال الصباح. وكتعرفوا الناس ديال الباديه اغلبيتهم كيديروا العرس بنهار، قليل اللي كيدير العرس بالليل، اغلبيه كيديروا العرس بنهار. مهم الاب ديال بديعه تسلف وتكلف وما خلى ما دارو مهم باش يدير لبنته واحد العرس. واخا العريس وعائله العريس راه ما خلاوش حتى هما كانوا ايدهم بايدو، حط هو مليون حتى هما كيحطوا في حاله من الاول، عارفين السيد ما عندوش وخته هما على قد الحال، ولكن تعاونوا باش يديروا لولادهم بجوج عرس يكون زوين. غادي يجي النهار كيف قلت لكم ديال التكاتيب، غيتكاتبوا مع 10 ديال الصباح، والعرس تقريبا غادي يبدا مع 3 ديال العشيه، وغادي تبدا طقوس المغربيه اللي كنعرفوا النقافه دقيقيه الدخله ديال العروسه. المهم الامور تلهنا غدا بخير وعلى خير. اشنو اللي غادي يطرى؟ غتلبس العروسه اللبسه الاولى البيضه، غادي تدخل بها، غادي تكون روعه وايه في الجمال. كلشي الناس اللي كانوا حاضرين في هذيك الخزانه لانهم داروا عرس بلدي خزانه كبيره، كلشي تبهض في بديعه لانها كانت واحد الجمال ما شاء الله. والعريس حتى هو جا كيحمق، كلشي بقى كيشوف فيهم تبارك الله ما شاء الله. غادي يكملوا بهذيك اللبسه البيضاء وغادي يعاودوا يخرجوا. كتعرفونا احنا الطقوس ديالنا كنلبسوا على الاقل واحد 5 ولا 6 ديال اللبسات. اللبسه الثالثه اللي غادي توصل ليها بديعه، غادي تخرج من البيت وهي غاديه القاعه، السيده غتبدا تحس بواحد الوجع في كرشها، كتقول لراجلها انا راه كنحس بواحد الوجع، هو كذلك ومثال كيقول لها انا راه كنحس بواحد الوجع.
قالوا لبعضياتهم يمكن على الخلعه مع الفرحه هي اللي دارت لينا بحال هكا. الناس كانوا مغدين غدا عادي، يعني ما واكلينش شي حاجه ثقيله. خرجوا بهذيك اللبسه، عاودوا غادي يرجعوا للبيت اللي كتلبسهم فيه النقافه. هنا غيحسوا بواحد الوجع كيقطع عليهم في مصارنهم. غادي نمشيو يجيبوا ليهم واحد الدواء يشربوه ليهم ويعطيهم واحد شويه ديال الزعتر لربما يهدى عليهم داكشي. ولبساتهم النقافه اللبسه الرابعه باش يخرجوا بها، باش دغيا يكملوا، لانهم فعلا مرضوا وقالوا بانهم كلاو شي حاجه اللي ما رجعاتش عليهم مزيان. هنا شنو غيطرا؟ وهما خارجين بديك اللبسه الرابعه وغادي يجلسوا في البركه ديال العروسه والعريس، ما غاديش يفوتوا تقريبا 10 ديال الدقائق غطيح العروسه من بلاصتها. غيقولوا غير سخفات ولا طرات ليها شي حاجه. غيبدا العريس كيفيق فيها وغتجمع عليها العائله، وغادي تجمع امها اللي تخلعات وباها اللي تخلع. قالوا ربما غير مخلوعه، كتعرفوا لا فاتيك ديال العرس. ولكن ماشي هاد الشيء اللي كان. غادي يهزوها اورجون ديك الساعه للسبيطار ديال تيفلت. المهم العريس ما قدرش يسوق نهائيا، غادي يديها غير واحد من العائله. صافي العرس بدا كيتخربق. شنو طاري بها؟ اشنو واقع لها؟ في اللحظه اللي هما وصلوا العروسه لهاد السبيطار ديال تيفلت، غادي يقولوا بان العريس حتى هو طرا ليه نفس المشكل، وغادي يجيبوه للسبيطار في حاله حرجه بحالو بحال العروسه ولا ربما اكثر. غادي يدخلوهم للمستعجلات، غادي يشوفهم الطبيب ديال المستعجلات، غادي يقول لهم بان هاد الجوج ربما يكون عندهم تسمم. المهم هو ما اجزمش ليهم، ولكن هاد الحالات كيكونوا بحال عندهم تسمم. قول لي ودي راه ما عندهم والو، راه كلاو غير ماكله عاديه مع الغدا وكلاو غير في الدار، الناس ما خرجوا كلاو برا ما والو. هو قال لهم هاد الشيء اللي كاين، غنديروا لهم غسيل المعده، غنعطيوهم ادويه. المهم حاولوا معاهم، ولكن العروسه توفات يعني في الليله ديال هذاك العرس تقريبا مع ديك 10 الليل توفات العروسه. والعريس غادي يموت الغد ليه. بجوجهم مشاو نهار العرس ديالهم. اشنو السبب وكيفاش تماتوا وشنو اللي كلاو وشنو هاد التسمم اللي طرا ليهم وهما اصلا ما خرجوش للزنقه وكلاو غير في الدار؟ هنا بطبيعه الحال حاله التسمم غادي يحضر الدرك الملكي اللي ضروري خصهم يديروا تشريح ويعرفوا شنو كاين، لان عروسه وعريس نهار عرسهم يموتوا ماشي شي حاجه طبيعيه. فعلا من بعد ما غادي يخرج تقرير الطبيب الشرعي غادي يتاكد بان العروسه والعريس شاربين السم في شي سائل، يعني في شي عصير ولا في شي قهوه ولا في شي ما. المهم انهم شاربين السم. هنا العائله غدوخ، غتقول او حنا ما معناش البراني، شكون اللي غيكون عطاهم هاد الشيء هذا وشكون اللي غادي يدير ليهم هاد الشيء هذا؟ المهم بدا الدرك الملكي من بعد ما العائلات خداو الجثث ودفنوهم، كيبداو في التحريات شكون اللي دار هاد الشيء وشكون اللي وصلات به الدناء او الوقاحه انه يصفيها الجوج عرسان نهار العرس ديالهم. هنا ملي قالوا بانه قدر يكون شاربين داك الشيء في عصير او في قهوه ولا شنو، الامور بدات كتختلط. بداو كيقولوا لا ما شربوش هاد الشيء، ما داروش هاد الشيء. حتى النقافه حيت كتجي في وقت يعني بكري قالت لهم لا، راه العروسه والعريس فاش كانوا كيتغداو راه خت العروسه جابت لهم العصير، راه فعلا شربوا العصير. هادشي قالته للدرك الملكي اللي داروا تحقيق مع النقافه، مع العائله ديال العروسه، مع العائله ديال العريس، مع الناس اللي كانوا معروضين. المهم قالت لهم راه خت العروسه جابت لهم العصير. فعلا الدرك الملكي غيجيبوا خت العروسه وغادي يستجوبوها وغادي يقولوا ليها شوفي النقافه شافتك ملي جبتي العصير لختك، كيفاش اشنو كان في داك العصير؟ البنت ما عارفه والو،
قالت لهم انا ما عارفه حتى شي حاجه، انا داك العصير صوباتو صاحبتنا اللي هي تا هي بحال ختنا، وقالت لي هاكي ديه البديعه وراجلها باش يكونوا اون فورم ويكونوا مصحصحين في العرس ديالهم. هنا غادي يجيبوا هذيك صاحبتهم، غيقولوا ليها واش انتي اللي صايبتي العصير اللي عطيتي لخت العروسه؟ غتقول لهم انا اللي صايبت العصير، ولكن راه عصير عادي. غيقولوا لها لا ماشي عصير عادي، هذاك العصير هو اللي كان سبب الوفاة ديال العروسه والعريس. ودابا غتقولي لينا الحقيقه، لان ما كاينش شي حاجه نتوما بجوجات اللي كنتو معاهم، وهذا الشيء اللي كتشهد به النقافه والام ديال العريس وحتى الام ديال العروسه وخت العريس. في الاول صاحبتهم غتبغي تسلت من الجريمه، غتقول لهم لا انا ما عندي حتى شي علاقه بهذا الشيء، انا صوبت عصير عادي في الكوزينه وجبته. ولكن ملي غيجبدوا معاها الدرك الملكي وغادي يركزوا معاها مزيان، السيده غتنهار وغتبدا تعترف ليهم، وغتقول لهم بان خت بديعه ما عندها حتى شي علاقه بهذا الشيء، وبانها هي اللي صوبات العصير ودارت فيه واحد النقط ديال واحد الماده اللي كانت قاتله، وعطات لختها دي العصير باش حتى لا طرات شي حاجه تبعد عليها الشبهات. قالوا لها علاش درتي بحال هكا؟ قالت لهم في الحقيقه غير الغيره اللي دارت ليا بحال هكا، انا غرت منها حيت زواج زوين، وكنت كنسمع راجلها اش كيقول ليها ملي كنخرج معاهم، وكنشوفوا شنو كيشري ليها، والسيد تهلا فيها، وكنقول كيفاش هي جاب لها الله راجل فحال هذا وانا لا. تما الشيطان لعب بيا وفكرت انني نصفيها لهم هما بجوج، وفعلا مشيت وشريت هاد المادة القاتلة اللي معروفة انها كتصفي لانها ديال المواد يعني ديال الفلاحة، وحنا كيف كتعرفوا هنايا كنعرفوا هاد الشيء ديال الفلاحة. جبته ودرت ليهم نقاطي عنده هو ونقاطي بلا ما يحس بيا حتى واحد، وعيطت على اختها قلت ليها دي ليهم العصير. تبتات التهمة على صاحبتهم وتم الحكم عليها بالمؤبد. أما الأخت ديالها فحتى هي تم الحكم عليها ب5 ديال السنوات، لأن القانون لا يحمي المغفلين. القضية فعلا اللي كانت صادمة وكتبين لكم كيف قلت لكم بأن الثقة ما كيناش. صحاباتكم قبل ما وحتى ملي تكونوا باقيين ما مزوجينش، حضيو من اقرب الناس ليكم، وسورتو الصحابات. ما تعاودوش اسراركم، ما تقولوش اشنو عندكم، ما تقولوش راجلكم اش دار ليكم، خطيبكم اش دار ليكم، راه ماشي كلشي قلبو زوين. القضيه فعلا اللي بقات راسخه العائله في دماغهم، الناس معروضين العرس حتى ولات جنازه، راه قضيه كتحمق. الوالدين ما قدروش يتخطاو هذا الشيء، لا الوالدين ديال بديعه لا الوالدين ديال العريس. كنتمنى ان القضيه ديال اليوم تكون قضيه هادفه، وتكون نوصلوا لكم المغزى الحقيقي ديال هذا الشيء. شكرا لكم والى اللقاء. وما تنسوناش خوتي خواتاتي من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم، وكيف قلت لكم تكيسوا عليا ولا درت شي خطأ راه منكم كنتعلم، وكونوا اكيدين نهار على نهار غادي نولي احسن. الى اللقاء.